عشان توصل لأي هدف في حياتك لازم تجتهد كويس جدا، وهو ده المعنى المهم في الحياة. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات حكايات نور. من أكثر الحاجات اللي بتضايقنا وبتخلي علينا ضغط كبير هي المذاكرة. حلقتنا النهاردة عن الاجتهاد في المذاكرة في حياتنا بشكل عام. الاجتهاد معناه إننا نحاول بكل قوتنا ونحقق أهدافنا ونستسلمش بسهولة لما نواجه أي صعوبات في حياتنا. نجتهد في الدراسة أو في اللعب أو في كل حاجة أو في مساعدة ماما في البيت، وكل شيء بنعمل نجتهد بس. طب ليه بنجتهد في كل حاجة؟ تعالى أقول. أول سبب، الاجتهاد هيساعدنا نحقق كل أحلامنا. فلو كنت عاوز تبقى دكتور أو مهندس أو رياضي ناجح لازم تجتهد عشان تحقق هدفك. في اجتهاد وتعب يبقى في نجاح، مفيش اجتهاد وتعب يبقى مش هنقدر ننجح ونحقق الهدف. تاني سبب، ان الاجتهاد بيخلينا نحس بالسعادة ورضا. انت بتجتهد عشان تنجح فانت حاسس بالفخر والسعادة. تالت سبب وهو الاهم، ان الله يحب المجتهدين. طب ازاي نجتهد في حياتنا اليومية؟ تعالى اديكم امثلة وركزوا معايا. في المدرسة نركز في الشرح ونذاكر كويس جد واجتهاد. تعالى احكي لكم على حكاية عن الاجتهاد بس ركزوا معايا كويس. كان في ولد اسمه عامر كان بيلعب كورة، وكان في واحد صاحبه اسمه زيد كانوا بيلعبوا كورة. وكان عامر كان حارس مرمى بيتمرن بطريقة، كان بيجيب دواسة العربية ويقوم زقها كده ويقوم مسكها يقوم واقع ويتنيه يحاول 3 مرات لحد ما بقى طلع له عضلاته وبقى قوي، بقى يعرف يصد أي كورة قوية. وزين تنيه يشوط الكورة كتير لحد ما اتمرن وطلعت له عضلات في رجله كتيرة وعرفوا يكسبوا البطولة. اتعلمت من القصة يا صحابي؟ اكتبوا لي في الكومنتات. وبكده تكون خلصت حلقتنا من برنامج حكايات نور مع نور كريم. هتوحشوني، مع السلامة.